تعادل جديد للترجي الرياضي المرة هذه أمام النادي الرياضي الصفاقسي، كلاسيكو البطولة وكلاسيكو الجولة ينتهي بالتعادل السلبي. الترجي واصل تعثراته المتالية. شنو السبب؟ هل أنه فعلا فلوريا دانو هو المشكلة الأكبر حاليا في الترجي الرياضي؟ محمد أمين توقاي شنو السبب؟ أضاع ركلة جزاء بالرغم أنه سجلها سابقا امام الاهلي المصري واكثر من هكا في البارتيدو. حذر قهوتك كما العاده وتبعني معكم وهبي هويسه. مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نبداو ما تنساش الاشتراك، تفعيل جرس الانتباه باش توصلكم كل حاجه جديده. تخلونا كما العاده تعليقاتكم ورايكم. شنو سبب اليوم تعادل الترجي الرياضي امام النادي الرياضي الصفاقسي؟ كيف المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم، والهدف نتاعنا 5000 مشترك في البارتيدو. اليوم الترجي الرياضي يتعادل 0-0 امام النادي الرياضي الصفاقسي. مباراه الحقيقه كبيره للترجي الرياضي خاصه في الشوط الاول، اهدار فرص رهيب من فلوريان دانو، ايضا تضييع ركله جزاء. شوط اول شهد برشا جدل تحكيمي من الحكم امير لوصيف، ايضا خالد بويدر في غرفه الفار. ركله جزاء، اهداف تم تنحيتها معناتها كسوا من الترجي والا من النادي الرياضي الصفاقسي. مباراه انتهت بالتعادل السلبي. شوط اول عكس الشوط الثاني، ما شفناش فيه الحقيقه برشا ريتم، ما شفناش فيه برشا كوره، لكن في النهايه المباراه انتهت بالتعادل السلبي. يقع الترجي في المرتبه الثانيه والنادي الرياضي الصفاقسي في المرتبه الثالثه. يقعد التشويق في البطوله الى اخر 3 جولات. مازال برشا لعب ومازال برشا كوره. النادي الافريقي متصدر في الوقت الحالي، لكن خلينا نحكيو على اليوم. الحقيقه الترجي الرياضي ظهر بواحده من احسن المباريات اللي لعبها، خاصه كما ما قلنا الشوط الاول. فما ردة فعل خاصه بعد المباريات الاخرانيين والتعثرات المتتاليه نتاع الترجي الرياضي. برشا اهدار فرص في فلوريا دانو كما قلت، لكن النقطه الابرز في الترجي الرياضي فما وسط متحرك عكس المباريات السابقه، وهذا واضح خاصه بمشاركه اوغبيلو وحمزه رفيع وشهاب الجبالي. الحقيقه الترجي ما زلت مصر اذا كان يجيب 10 صحيح الموسم القادم يكون خط ميدان افضل مع تعويض اوغبيلو بلاعب بمواصفات معينه. نجم نراو وسط ميدان ترجي وسط ميدان تقني وافضل برشا تونسيا بالطبيعه. حمزه رفيع اللي لو كان ياخذ ريتم ويتحسن متاكد الملاعب هذا ينجم يعطيه برشا للترجي الرياضي. وكما حكينا على وسط الميدان، وسط الميدان كما تقال ام المعارك. وسط الميدان وقت اللي تلقاك عندك كاليتي نتاع ملاعبيه معينين تجي تربح اي ادفرسير، خاصة في نيفو محترم ونيفو عالي. إذا كاش نحكيو على مباراة اليوم، الحقيقة وسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي من أحسن ما فما في بطولة تونس. محمد طرابلسي أيضا حسام لو ودراغو زوز ملاعبية ممتازين جدا. محمد طرابلسي حسب رأيي المتواضع أفضل اكتشاف في بطولة الموسم هذايا والموسم الكبير اللي قدمه. أيضا في برشا مباريات قدموا مباريات كبار مع النادي الرياضي الصفاقسي. دون نسيان جمال موتيابا اللي تخلي اليوم ما حدثش فرق كبير في وسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي، ولكن الترجي في وسط هذه الكلية كي يواصل تعثراته. النادي الرياضي الصفاقسي مازال في الكورسة ويحارب، يحب يقرب أكثر لزوز مراتب الأولى. فالثلاث جولات من النهاية الترجي الرياضي مباراة صعيبة. المباراة الجاية أمام شبيبة عمران. المنافسة محتدمة في الصدارة بينه هو النادي الإفريقي. كما حكيت البارح على جمهور النادي الإفريقي أنه كي يفرح برشا وكي يحزن برشا. الحقيقة زاد عند جمهور الترجي كأنه رمى المنديل، زاد أنه الوقت اللي تضيع النقاط بالطريقة هذه أنه الترجي مش يفوز البطولة. لا، مش بالضرورة، لأنه الترجي الرياضي برشا سنوات يحقق لقب البطولة. الترجي الرياضي مستنس يكون في البوديوم، مستنس يهز البطولة، عليك مش بالضرورة. لكن اهدار الفرص واهدار النقاط حاجة غريبة ياسر في الترجي، ما تعودناش بها برشا خاصة في المباريات الأخيرة. شهر أفريل تقريبا الترجي ما انتصر في حتى مباراة، تعادلات متعدة على مستوى البطولة، أيضا خروج من دوري أبطال إفريقيا. لكن مباراة اليوم يبني عليها الترجي خاصة في المباريات الجايين، يبني عليها حتى إذا كان يحب يمشي لبعيد الموسم الجاي، إذا كان يحب يواصل يلعب بنفس النهج وبنفس الطريقة. كيف ماكش كل نهار باش يلعب ضد منافسين كيما النادي الرياضي الصفاقسي، او انه باش يجيك يلعب بالطريقه لعب بها اليوم. طريقه دفاعيه كبيره ياسر الترجي الرياضي يلعب بها اليوم فريق النادي الرياضي الصفاقسي. لكن النادي الرياضي الصفاقسي بالرغم من هذا جاوه فرص اختاروا كان ينجم يستغلهم، والاخطر فرصه ريان الدربالي في الشوط الاول. لكن فما ملاعبي لازمنا نحكيو عليه نعطيوه حق. علي معلول الاسطوره الحي، واحد من افضل اللاعبين اللي جاوا في تاريخ كرة القدم التونسية. علي معلول ما عملش انجازات كبار مع المنتخب الوطني التونسي، للاسف جيل كامل كنا نجموا نستفادوا به
اكثر من هكا. وصول نصف نهائي كاس افريقيا 2019 هو تقريبا الانجاز الاكبر على مستوى افريقيا، دون نسيان الوصول عده مرات لكاس العالم. علي معلول نحكيو على اسطوره حيه. علي معلول ملك الحلول، كما ما يتسمى في مصر اسرع ديليفري. علي معلول الاسيست اللي قدمه اليوم ريان دربالي تمريره غايه في الروعه، تمريره كما تقال ولا في الخيال. علي معلول لعب الاسيست بساقه اليمين. تحركات علي معلول اليوم، خذ الليبرتي نتاعو، يلعب حر، يلعب وين ما يحب، يمشي على اليمين يمشي على اليسار ويمرر الكور. علي معلول تقريبا صانع العاب في هيئه ظهير ايسر. علي معلول اسطوره، ومن نجم ينكر هذا كان انسان حاقد، انسان ما يعرفش الكوره. علي معلول واحد من احسن ما فما الحقيقه في كورتنا. تشوف ملاعبي في العمر هذايا يطير طيران، برشا ريالات جوش موجودين في بطوله تونس في الوقت الحالي. في النهايه المباراه تفوت بالتعادل السلبي 0-0. مازال التشويق موجود في البطوله، والترجي ما برشا عمل يستنى فيه. حلقات جايين وخاصه بعد نهايه البطوله باش نحكيو بالتفصيل الممل الترجي شنو لازم وشنو لازم يعمل، شنو لازم يتصلح في الفريق بسويقه في الجولات هذوما. اليوم الفريق تعادل 0-0 امام النادي الرياضي صفاقسي، وكان ينجم ينتصر لكن في النهايه ما انتصرش. برشا ملاعبيه المراجعه، برشا ملاعبيه خارج نطاق الخدمه. اليوم رينا وصيل ابو علي ايضا ضيع كره. وصيل ابو علي في بطوله تونس ينجم ينجح، واحد من احسن الصفقات. وباش نرجع في حلقه خاصه على افضل صفقات الموسم الرياضي في الموسم هذايا، لكن في الوقت الحالي وقت اللي يحب يطلع النيفو قصيل ابو عاليه ما خلقش الفارق، قاعد يسجل في اهداف الترجي في البطوله 8 اهداف، لكن في مباراه كما اليوم مباراه حاسمه ما ظهرش قصيل ابو عاليه رغم اقتناعي التام امكانيات الملاعب هذايا والكاليتي اللي عنده. لكن الحقيقه عنده كاليتي وعنده مستوى ما نجمش يفوتوا وللاسف، وهذا مش مطلوب في الترجي عنده برشا نقايص موجودين. ايضا الكولور اليسار منذ اصابه يوسف البلايلي ما فماش المعوض. يوسف المساكني كما يعرفوا الناس الكل كانه اعتزل الى حد الان، مش موجود في فريق باب سويقه. الترجي ناقصه برشا عمل، لكن في النهايه مباراه اليوم انتهت بالتعادل السلبي 0-0. باتريس بوميل نجم تلوم عليه في بعض الاشياء، لكن عمل لازم يتعمل. هبط وسط ميدان تقني افضل برشا من وسط ميدان لعب به في مباريات اخرين، خاصه حمزه رفيع وشهاب الجبالي زوج ملاعبيه الحقيقه هجوميين افضل برشا من ملاعبيه اخرين موجودين في فريق الترجي الرياضي يقدموا اللي عليهم. ايضا محمد امين توقي ضربه الجزاء اللي ضيعها واللي زلنا نحكي فيها كيفاش انه ملاعبي الحقيقه برشا ناس تحكي انه كيفاش يضيعها عادي جدا في كرة القدم. هذاك هو البارح في راس شواب ضيع ركله الجزاء مع النادي الافريقي، اليوم محمد امين توقاي وذيك الكرة. ضربات الجزاء هي ضربات الحظ، صحيح تخدم وتتحضر لكن في النهاية ماكش باش تحكم فيها 100%. محمد امين توقاي مشكلة التسديدة كانت قوية وعالية برشا، بعيدة برشا على المرمى وضاعت، لكن سابقا جاب مباريات مهمة للترجي. محمد امين توقاي واحد من افضل اللاعبين الموجودين وقائد في الخط الخلفي لفريق باب سويقة. كان هذا معنا في حلقتنا اليوم من البارتيدو، حكينا على مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي وتعادل 0-0. المباريات جايين ما زلنا باش نحكيو على اكثر مباريات، نحكيو على اكثر متعة واكثر اثارة في بطولة تونس. تابعونا في البارتيدو باش نرجعوا باكثر تفاصيل وتحاليل المباريات، خاصة الجولة الجاية تلعب نهار السبت ولا حد قبل جولة الدربي قبل الأسبوع الحاسم في بطولة تونس. هل يمكن أنه يتحسم كل شيء في الجولة هذه؟ استناو كيف نستمتعوا معاكم الناس الكل. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس الانتباه باش توصلكم كل حاجة جديدة. تخليونا تعليقاتكم والمواضيع اللي تحبونا نحكي فيهم، كيف تخليوا لنا رايكم، شنو رايكم في أسباب التعثرات المتتالية للفريق باب سويقة. كما العادة والعوايد نوهبي هويسة وغرامنا بالكورة، حاجة ما تتحكيش، حاجة تتعاش.